في شخص الشهيدة الأيقونة الملهمة سكينة جونسز ورفيقاتها ليلى وفيدان، ولاحقا الشهيدات فيان غوي ورفاقها الذين استشهدوا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة التي تدعي الديمقراطية وهم بعيدون عن الديمقراطية، العاصمة التي تدعي إنها تحمي حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان تهان أمام أعينهم، أمام مناظرهم. في شخص السيدة القيادية الشهيدة القيادية الرائدة سكينة جونسز ورفيقاتها، نستذكر جميع شهيدات الحرية وشهداء الحرية ونقول إن باسمكم، باسم هذا الشعب المقاوم، المرأة المقاومة، المرأة المناضلة، نقول أن النضال مستمر، وإن الحقائق ستظهر للواقع بأن الأنظمة السلطوية، الأنظمة الراديكالية التي تريد سحق إرادة الإنسان من خلال قتل المرأة، من خلال أكل حقوق الشعوب، من خلال إسقاط هوية الشعوب وإبادة الشعوب، إبادة جميع الموروثات الثقافية، الإثنية، الحضارية، الدينية والقوموية. هذه الأنظمة المستبدة تريد أن تنهك بكاهل الإنسان إلى الهلاك، تريد أن تودي بحقيقة الإنسان والبشرية إلى الهلاك، تريد أن تأكل كل جهد وكدح الإنسان إلى جيوبها الرأسمالية الدولتية. هذه الأنظمة المستبدة التي تقتل في شخص المرأة، تقتل الحقيقة، تقتل الإنسان، تقتل الوجود، تقتل الحياة. فإن قتل الشهيدة سكينة جونسز ورفيقاتها في قلب الديمقراطية التي يدعونها يعتبر إعطاء شرعية لكل الانتهاكات الموجودة على المرأة، إن كانت في العائلة أو في المجتمع أو في المؤسسات، أينما كان يكن وفي أي مجتمع، فإن هذه الشرعية التي تعطى من قبل هذه الأنظمة الرأسمالية، الأنظمة المستبدة الذهنية الذكورية الجائرة بحق المرأة والمجتمع ككل، تفتح الطرق أمام هذه الانتهاكات. ونحن باسمنا وباسم هذه الشعوب المناضلة، باسم المرأة المقاومة، نندد وبشدة هذه الانتهاكات، نندد وبشدة قتل رفيقاتنا في قلب العواصم التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. هذه العواصم التي تصنع السياسات القذرة عكس ما تدعي، حقيقة هي عكس ما تدعي، تدعي الديمقراطية وبعيدة عن الديمقراطية، تدعي حقوق النساء والمجتمعات وهي بعيدة، بل تدعس على حقوق المجتمعات والمرأة. فإن نضال السيدة الشهيدة القيادية الشهيدة سكينة جونسز ورفيقاتها ومسيرتها النضالية لصنع حركة الحرية التي استمرت عشرات وعقود من السنين كانت هي اللبنة الأساسية لبناء هذه الأنظمة المقاومة ضد هذه الأنظمة الراديكالية، ضد هذه الأنظمة الإرهابية التي أرادت سحق إرادة المجتمعات من خلال سحق المرأة. حقيقة تريد سحق المرأة، تريد قتل الحياة من خلال المرأة. فهذه الأنظمة لا زالت مستمرة بهذه المؤامرات الرخيصة ضد الشعوب، ضد إرادة الشعوب. كل يوم هناك استهدافات على الشخصيات الإداريات القياديات كالشخصية جيان التي أرهبت بقيادتها أنظمة كأنظمة داعش التي كانت قيادية في ساحات الوغى، استهدفتها لكي تعيد صياغة هذه الأنظمة الراديكالية الإرهابية السوداء، وأن من خلالها أن ترهب الشعوب. لذلك نحن وباسمنا وباسمكم جميعا دائما وأبدا سنكون السد المنيع أمام هذه المؤامرات التي حيكت قبل عشرات السنين في شخص القائد عبد الله أوجلان وألقته في جزيرة إيميرالي، وزادت عليه التجريد يوما بعد يوم،
فنحن قوة وإرادة وحقيقة ووجود، وسنثبت وأثبتنا ذلك منذ عشرات السنين، وأرهبنا تلك الأنظمة وسحقنا مباغيهم ومؤامراتهم، ولكن لا زال علينا النضال الكثير، ولا زال علينا أن نناضل أكثر ونقاوم أكثر لإفشال هذه المؤامرات الدنيئة. وقد أقسمنا وسنقسم بدماء هؤلاء الشهيدات إن حرية القائد عبد الله أوجلان هي من أولوياتنا، وحرية القائد تكمن في حرية الشعوب، وحرية الشعوب تكمن في حرية القائد. لذلك علينا أن نناضل أكثر ونستمر ونبقى شعلة الحرية، شعلة الثورة متقدة حتى الرمق الأخير. وشهيداتنا وشهدائنا أحياء في قلوبنا، في ضمائرنا، أحياء لا يموتون. طالما هناك أيدي مرفوعة تطالب بالنصر، طالما هناك أدمغة تطالب بالحرية والمساواة، فشهيداتنا لن تمتنا، شهيداتنا أحياء، ونحن وهم رمز كبير وأيقونة وإلهام لنا. لذلك سنكون على دربهم وسنكون مناضلات نستحق شهادتهم التي يجب أن تليق بهذه الشعب وهذه المرأة المناضلة. قسما بدماء الشهداء، وإننا سنحرر قائدنا جسديا، وأرواح هؤلاء الشهيدات ستبقى قياديات لأجلنا، وسنكون أوفياء لدمائهم. الشهيدات حيات في قلوبنا، الشهيدات أحياء في قلوبنا لا يموتون. الشهيداتنا وشهداؤنا هم رمزنا وقادتنا وشعلات تنير دروبنا إلى الحرية، إلى المساواة، إلى المجتمعات الديمقراطية. شكرا لكم، شكرا لهذا التجمع الذي يثبت للإرهاب والمتآمرين إننا قوة لن نقهر أبدا أمام سياساتهم القذرة، وإننا سنكون اليد الواحدة، اليد التي هي من حديد كي تتصدى لهذه المؤامرات وتفشل هذه المؤامرات، أولا في شخص القائد وآخرا في شخص هذه المجتمعات المتوحدة. السلام على الجميع. شهيد نامرين، شهيد نامرين، بيجي ربرابو، بيجي برخدانوه.